اول ما سمعت عن مركز تكوين افتكرت المهرجان ده. سمينا الكفار وعملنا حفلة نار. وده مركز تم انشاؤه بقيادة ابراهيم عيسى ويوسف زيدان واسلام بحيري وفاطمة نعود. مركز ميزانيته مفتوحة ومجهولة المصدر، مئات الملايين ومحدش عارف انهي دولة بتدعمهم، مع انها واضحة وصريحة. هدفهم نشر اللادينية والشكوكية وانكار السنة بين المسلمين، شوية عاهات بتشكك في دينك وفي السنة وثوابت الشريعة. يعني مثلا يقول لك هل في شيء اسمه سنة نبوية؟ بيقول لك هل سيدنا عمر بن الخطاب مسلم؟ طب هل الخمر حرام؟ ولماذا لم تتزوج الأنثى 4؟ فصولا إلى هل هناك أهمية لعبادة الله والإيمان به؟ من الآخر شوية ملحدين بيلهونا عشان ننسى غزة واللي بيحصل في رفح. ما تعرفش ليه الدين الإسلامي عامل لهم رعب من 1400 سنة. لكن الفكرة هنا مش في العرايس، الفكرة في اللي ماسك الخط وبيحركها بمزاجه.